النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا من الحالات الخطيرة اللي بنتسأل عنها كتير. يا دكتور، ابني وقع على دماغه، أعمل إيه؟ السؤال ده مهم جدا ومتكرر كتير للأسف. فالنهارده عايز أقول لكم هنعمل إيه. لما الطفل يقع على دماغه أو يتخبط في دماغه، أكتر حاجة ببقى عايز أطمن عليها نسيج المخ نفسه. هل نسيج المخ أو المخ نفسه اتأثر، حصل فيه ارتجاج أو حصل نزيف في المخ نفسه؟ طيب هنعرف كده إزاي؟ الام بتبعت تسالني يا دكتور ابني وقع، اعمل ايه؟ بص يا ست الكل، احنا خلال 24 ساعه الاولين دول في حاجات او علامات لازم اقول لك عليهم، علشان خاطر لو ظهر منهم اي حاجه هتجري بسرعه على الطوارئ. تمام، ركزي معايا كده. اول حاجه ان الطفل مثلا يفقد الوعي او يغمى عليه، يعني الطفل اتخبط بعد شويه نايم خالص فاقد الوعي، الولد مش في نشاطه العادي، فدي علامه مش كويسه، هتجري بسرعه على الطوارئ. تمام. طيب، رقم 2، لو الطفل بيرجع جامد على عكس المعتاد، ترجيع قوي جدا، اندفاع جامد مش الطبيعي بتاعه، دي من العلامات الخطيرة اللي هتخليني أجري بسرعة على المستشفى وعلى الطوارئ عشان خاطر الدكاترة هناك يفحصوا الطفل ويشوفوا هل في مشكلة ولا لا. رقم 3، إن يكون في كدمة كبيرة جدا مكان الخبطة أو الوقعة، يعني الطفل وقع على دماغه، الحتة دي ورمت جامد، احمرت خالص، احتمال لا قدر الله يكون في كسر في الجمجمه او حاجه، فدي من العلامات اللي انا لازم اجري برضو على المستشفى، عشان احتمال يكون لا قدر الله في كسر احتاج اعمل اشعه او حاجه. الحاجه رقم 4، ان الطفل يكون في نزيف من مناخيره، من ودانه، من بقه، او يكون مش نزيف دم، ممكن يكون سائل شفاف اللي هو بيسموه السائل الشوكي بتاع المخ. اي حاجه من الحاجات دي تخليني بسرعه اجري على المستشفى. رقم 5، ان الطفل يكون حصل له حول، يعني عدم تناسق حركه العين مع بعضيها، دي برضو من العلامات اللي مش كويسه. رقم 6، ان الطفل يحصل له تشنجات، يعني تلاقي الطفل خشب، بيتشنج جامد، عينيه قلبت لفوق، البياض بس هو اللي باين، فدي كلها من العلامات اللي تخوفني وتخليني اجري على الطوارئ او على المستشفى علشان نشوف الطفل حصل له ايه. دي معظم العلامات اللي تخوفني وتخليني اجري بسرعه على المستشفى عشان خاطر اطمن. طبعا لما بروح المستشفى هناك الدكتور بيقيم الحاله، بيكشف على الطفل، يفحصه، احتمال يعمل له اشعه مقطعيه على المخ، يشوف هل في اصابه، هل في نزيف، هل في كسر في الجمجمه، وبناء عليه الدكاتره هناك بيتحركوا وبيعملوا الاجراء المناسب او يطمنك يقول لك روحي. طيب، في امهات بتبقى موسوسه شويه زياده عن اللزوم، تقول لك طب هو بيرجع بس مش قوي، طب هو ما اعرفش ايه. بص، لو انت موسوسه اطلعي على المستشفى اضمن، اطمني، روحي الدكتور هيشوفه ويطمنك ويقول لك الدنيا كويسه ولا لا، لان لا قدر الله لو في حاجه وانت قاعده في البيت هتبقى مصيبه كبيره، يعني بعد الشر على ولادكم يعني. خلاص، فانا شايف ان الافضل لو انت موسوسه اجري على المستشفى، الدكاتره هناك يقيموا الوضع، يشوفوا الوقعه، انت هتروحي توصفي لهم ده وقع من مسافه كذا، اتخبط في الحته الفلانيه بالطريقه فيعني شايف ان انت تروحي المستشفى. في حاجه كمان عايز اقول لكم عليها، لو الطفل اقل من 6 شهور بنخاف عليهم اكتر بكتير من الاطفال العاديه، ففي جميع الاحوال الطفل اقل من 6 شهور لو اتخبط اجري برضه على المستشفى. اخر حاجه احب اقولها لكم، يا ريت يعني تهتموا اكتر باطفالكم وتاخدوا بالكم منهم. الطفل ما ينفعش تبقي انت في المطبخ وسايباه نايم على السرير يصحى يقع، او يكون مش عارف بيلعب على حاجه فيقع، لازم توفري له بيئه امنه. حضرتك شغاله في المطبخ، افرشي له على الارض وسيبيه ينام عشان ما يتقلبش على دماغه يقع يتعور. ما تحطوش على الكنبه ولا على الكرسي برضه يقع يتعور، فبلاش، يعني انت حطيه في بيئه امنه عشان خاطر ربنا يسترها ويحفظ ولادنا جميعا يا رب. واشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، وشكرا على المتابعه.